لما جيت الشركة لقيت الورقة دي في الأسانسير، واللي مكتوب مش حقيقي والله. اعتقد اللي عامل كده قصد يشوه صورتك. أنا مش عارفة اللي بيعمل كده عاوز مني إيه. في ناس مريضة وبتعمل حاجات من غير سبب، يمكن أعداء النجاح. سيب الموضوع عليا وأنا هتصرف. استنى عندك. انت عايز مني ايه؟ انت بتحط الورق في الاسانسير، بتعمل كده ليه؟ اتكلم. ده شريكي في الشركة وفضينا الشركة من سنة تقريبا. من بعد ما فكنا الشراكة بينا اشتغلت كتير، وجيت لها الاسبوع اللي فات طلبت منها فلوس وهي رفضت. هي اللي غلطانة، انا بقيت مديون، ولما طلبت منها فلوس رفضت. ده ما يدكش الحق تشوه صورتي وتعلق الورقة في كل مكان. تستحقي اكتر من كده، لان لما احتجت مساعدة خذلتيني. نقول ناخده الاسم نعلمه ازاي يحترم نفسه ولا ايه؟ اعتقد ان ده قرار الاستاذة. لا مفيش داعي، يكتب على نفسه تعهد انه مش هيعمل كده تاني. ده اللي انتي عاوزاه؟ من الافضل انك ما تعملش كده تاني، واحسن لك تشوف شغل مناسب وتسد ديونك بدل ما انت هربان طول الوقت. تقدر تمشي دلوقتي. اخدت بالك من الابتسامة اللي عملها؟ اعتقد انه بيفكر يعمل حاجة تاني. ما اعتقدش انه هيعمل اكتر من اللي عمله. مفيش اي اثر للسرقة. واضح ان الجريمة مش بدافع السرقة، في حاجة غريبة. وكمان عاطل وتقريبا عايش على فلوس ابوه. والاغرب من كده عملنا تحري على اكتر ناس بيكرهوا القتيل، طلع منهم او اكترهم هبة المصري. هبة المصري اللي كنا عندها من 3 ايام بتاعت الشركة؟ انا زيك بالظبط انا بقول نستدعيها، اكيد هي عامل مهم في الجريمة. استاذة هبة، من 3 سنين عبد الرحمن الشهير ببود قتل خطيبك، فما فيش داعي للانكار. انا ما عملتلوش حاجه، هو اللي رمى نفسه انت اللي قدامي. غلطان وكنت سايق بغشامة، احنا كنا بعيد عنك، حرام عليك. ولما عملت استئناف بفضل المحامي اللي جابه بوده اخد حكم خفيف مش زي ما انت كنت عايزه. ولما عرفنا كل ده جبناك هنا عشان تعترف، عشان ما حدش كان بيكره الضحيه اكتر منك. عرفت من الاخبار امبارح باللي حصل وكنت متأكدة انكم هتيجوا، بس انا ما قتلتوش. وطي صوتك. انا ما كنتش في المدينة هنا وقت الحادث. قصدك انك كنت بره المدينه؟ كان معاكي حد؟ معاكي شهود؟ ما كانش معايا حد، بس لو عايز شاهد قابلت شريكي السابق محمود. كنت بهزقه عشان يبعد عني ويبطل يعلق منشورات. ما روحتش اي مكان، انا من امبارح ما خرجتش من البيت. مستحيل. اعترفي احسن لك، الانكار مش هيفيدك. هي دي الحقيقة. ده بيكذب وعايز يعمل لي مشاكل. واضح ان مخاوفنا اتحققت. عرف ان شاهد مهم عشان حجه الغياب فقرر استغلال موقفه. ما ينفعش تطلبي مني اكذب على الشرطة، الموضوع اكبر مني ومني. قول لهم الحقيقة، أنا متهمة بجريمة قتل، خلي عندك رحمة. انت شكلك تعبان، محتاجة تروحي تتعالج، ومش واعية انت بتقولي ايه. وبعدين بقى في البني ادم ده نعمل عشان يخليه يعترف. مع الاسف مفيش دليل ضده حتى لو قلنا للشرطه انه كذاب. لما قابلت محمود وقت الجريمة كان في بقه خلة أسنان. يعني كان في مطعم هناك واكيد لسه اصحاب المطعم فاكرين شكله. احنا كده لو جبنا شاهد واحد عليه مش هيعرف يكذب. كده هيكون مجبر يقول الحقيقة. اكيد. وصلت الحاجة؟ مع الاسف القضيه معقده جدا، بس اللي عرفت اوصل له ان محدش هنا يعرف محمود ولا حد يعرف شكله. عرفت من التحقيقات ان هبة جت هنا عشان تدخل المول، والمول كان قافل فاتمشت في الشوارع الفرعية. مفيش اي كاميرات في الشوارع دي؟ مع الاسف لا. في أي جديد؟ مع الاسف لسه. لما استدعتني الشرطة عرفت إنها بسبب مكالمة من واحدة مجهولة. رفيعة خارجة من عمارة القتيل وبتقول مهما طال الوقت مش ممكن أنسى
وكان لازم اظن ان محمود هو سبب المكالمه، لانه لما عرف ان في امور سيئه بيني وبين بودة استغل الموقف وكلم واحده يعرفها. عمل كده عشان تدخلي دايره الاشتباه، ولما الشرطه تساله عن وقت الحادث ينكر، وبالتالي تثبت عليك التهم. وطبعا ده عشان هو الشاهد الوحيد. بدون شك اكيد دي الخطه. استاذه هبه، انت متاكده ان خلافك مع محمود بسبب الفلوس بس؟ انت ما تعرفش محمود، ما بيشوفش قدامه لما بيغضب، وانا عشان كنت شريكته حاولت امنعه لكني فشلت. انا مش عارفه هو ازاي بيحقد عليا كده. هبه دلوقتي متوتره جدا، وعايزه تثبت العلاقه السيئه بينها وبين محمود، او عاوزه توصل لنا انه شخص سيء. مستحيل تكون مشكلتهم فلوس او شركة بس، الموضوع في إن الموضوع اكبر من كده. طب خلينا كده نفرض لو كانت العلاقة بينهم كويسة، هتكون ايه النتيجة؟ معقول الألغاز بدأت تتحل؟ كدبت هبة لما قالت انها قابلت محمود، ومحمود برضه كذب لما قال ان هو طول الوقت في البيت، وده طبعا بيخلينا نعرف القتل بسهولة. الاتنين مش على خلاف زي ما احنا كنا متوقعين. بعد تحقيق طويل وصل ان محمود عرف المشكله اللي ما بين هبه وبودة، وهنا قرر محمود انه يتخلص منه، ولما منعته اصر على موقفه وبدا يعلق المنشورات، وبالتالي ما حدش هيشك انه القاتل. والاستاذه هبه ما عملتش اي مجهود انها تمنعه، ولما وقعت الجريمه قررت انها تحمي محمود مهما حصل، ودي طبعا خطته من البدايه وهيكون مستبعد تماما من التحقيق. عشان كده كدبت علينا وقالت انها قابلته في وسط البلد وقت الجريمه. واحنا ازاي هنثبت كده؟ ما عندناش اي دليل على انهم بيكذبوا او ان محمود قتل بودة. نواجه الاتنين ببعض. وقتها تعترف هبه انها قدمت معلومات مزيفه عشان تحمي شريكها القاتل، وهيعترف محمود انه ما كانش في بيته وقتها. انا بقول نجرب ومش هنخسر حاجه. كلاكت تاني مره، قلت للظابط نتقابل في مكان عام علشان محدش يشك اننا عرفنا الحقيقه. طب لو الاتنين صمموا على الكذب هيكون ايه البديل؟ طيب ليه هبه طلبت تعهد من محمود مع انها عارفه انه مجرد انذار منه ومحاولات فاشله مش هيوصل منها لحاجه؟ لحظه، بيت محمود مفهوش عفش، وده معناه ان كل مره بيغير محل سكنه. طب ازاي الديانه عرفوا مكانه؟ يعني كده هبه كانت بتتظاهر بالغضب طول الوقت ده، كأنها بتبالغ في رد فعلها. انا مش عارفه هو ازاي بيحقد عليا كده. معقول نكون فهمنا الجريمة بالعكس؟ في ثغرة، لو محمود فعلا ما كانش عنده حجة للغياب. مش هاخد من وقتك كتير. تحت امرك. كنت عاوز اعرف اسماء الناس اللي ليهم عندك فلوس. المهندس عادل والمعلم ابراهيم. اهلا وسهلا، نورتوا المكان. طبعا انتم مستغربين انا جبتكم هنا ليه. ما تستعجلوش، هبه المصري ومحمود كل شيء انكشف، ما بقاش في مجال للكذب. احسن لكم تعترفوا. يا استاذ عادل اللي بتقوله غير صحيح، انا ما قتلتش حد وانت ما عندكش اي دليل. كفايه يا محمود، مش هنكتب اكتر من كده، الحقيقه بانت خلاص. انت بتقولي ايه؟ امرنا انكشف وحان الوقت عشان ننهي المسرحيه يا محمود. اللي سمعتوه دلوقتي هو اللي المجرم عايزنا نعرفه عشان يفلت باللي عمله. محمود كان صادق في كل حاجه قالها، علشان كده هو ما خرجش من البيت. ومن ناحيه تانية الاستاذه هبه، علاقتك بشريكك ما كانتش كويسه، لكن بشيء من التلاعب خليتيني احس ان هي كويسه جدا عشان اوصل للاستنتاج الاول. الامر بديهي، هبه اصلا ما خرجتش زي ما هي قالت. فعلا احنا دورنا كتير عشان نحاول نثبت صحة كلامها. انت اللي قتلت بودة وكنت عايزه محمود اللي يشيلها. انت فاجئتني، انت اللي قتلت بودة وكنت عايزة تورطي شريكك محمود. كلام كتير بدون اي دليل يا سياده المحقق. وانت برضو اللي اتصلتي بالشرطه علشان تبلغي، مش كده برضو؟ واحده رفيعه خارجه من عماره القتيل وبتقول مهما طال الوقت مش ممكن انسى وكان لازم انتقم.
هو في حد عاقل يبلغ عن نفسه يا سيادة المحقق؟ ده في حساباتك انت، لان بعد الحادث ومن التحقيق هتوصل لك الشرطه، وبالتالي هتخلي الشرطه تستبعدك من الشكوك وتبتدي تمشي في طريق ان شريكك السابق محمود قتل بودة علشان ينتقم لك. المكالمة مسجلة، ممكن باختبار بسيط نراجع الصوت ونعرف اذا كان صوتك ولا لا. كنت عايزة تلبسيني التهمة عشان ما عنديش حجة إن كنت في البيت. لو عندك معلومه مفيده قولها افضل من الكلام ده. حاضر. يومها أنا كنت في بيتي والدهانة وصلوا لي معرفش إزاي، وكمان كنت خايف أخرج لا يكونوا لسه موجودين. الغريب إني ما قلتش لحد على عنوان الجديد. إزاي عرفوا يوصلوا لي بالسرعة دي؟ ما كانتش صدفه، في شخص اتصل بيهم وقال لهم على عنوانك الجديد. انت بتدور على محمود عشان فلوسك؟ محمود كل فترة بيغير عنوانه بسبب الديانة، وعنوانه الجديد محدش يعرفه غيرك، وده طبعا من التعهد اللي عملناه في الشركة. انت اللي عرفتيهم مكانه، مش هاخد من وقتك كتير. عرفت العنوان عن طريق واحدة مجهولة اتصلت بيا. هو في العنوان ده. فكرت انك ذكية وعايزة تورطي محمود؟ كده الامور كلها وضحت. تقدري تقولي انت قتلتي بودة ليه؟ من شهر تقريبا كنت ماشية في نفس مكان الحادث. توت غبي زي الراجل الغبي اللي كان هنا من 3 سنين وهو غير في داهيه. كنت عايزة اموته في وقتها، اي نوع من البشر دول، لحد ما محمود ظهر وحط المنشورات. من هنا جات لي الفكرة ان اقتله ومحمود يلبسها، لكني فشلت. كنت عايزة تلبسيني التهمة عشان ما عنديش حجة إن كنت في البيت. ايوه قتلته، وكان لازم تموت انت كمان لانك بدأت تشوه صورتي. كده كفاية، الامور وضحت، اقبضوا عليها. بحييك عادل بيه على ذكاء حضرتك، لولاك ما كناش قدرنا نوصل للنقطة دي. كانت قضية صعبة، مفيش جريمة كاملة، والذكي دايما في اللاسكة منه.